يجيبوا اللي شوف اللي بعتوهم يحكموهم وهادوك يخلصوا. السلام عليكم. انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد إعلان فوزي لقجع الحرب على رئيس الكاف متسبي، والجزائر بعد اعتداء الجماهير الجزائرية على نادي الترجي التونسي في الجزائر وينتصر للصحراء المغربية. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الاعتداء الوحشي من جانب الجماهير الجزائرية على لاعب الترجي التونسي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتي أصيب فيها عددا من لاعبي الترجي التونسي بإصابات خطيرة وخاصة بالرأس، فقد دخل على الخط رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع وأدلى بتصريحات للإذاعة المغربية منذ قليل وقال: دائما رئيس الاتحاد الإفريقي متسبي متواطئ مع الجزائر لأسباب سياسية، وكلنا جميعا شاهدنا تطاول الجزائريين على لاعب الترجي التونسي مؤخرا، وشاهدنا قبل ذلك أيضا اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخبات الشان، وقبل ذلك اعتدوا على المنتخب المغربي للناشئين، وتطاولت الجزائر في افتتاح الشان على الصحراء المغربية باستضافة حفيد نيلسون مانديلا المتسول الذي أهان المغرب والصحراء، وهذا غير مقبول أن نخلط الرياضة بالسياسة، فنحن في عصر متسبي وكل شيء مباح للجزائر الآن، ولكن أنا أعلنت بإنشاء ملاعب رياضية حديثة على الحدود مع موريتانيا مكلا من الكركرات وبئر كندوز والدخلة وملعبين بالعركوب ردا على الجزائر ومتسبي، وأنا سوف أنتصر للمغرب باستضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025، وأنا مع الأغلبية من أعضاء المجلس التنفيذي للكاف، وهذا الذي أكده مراسل قنوات البين سبورت الجزائري محمد الوضاحي من باريس، حيث قال: غليان في كواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وحركة حسيسة تستهدف متسبي، اتمنى ان لا نبقى مغيبين عن المشهد وان يتحرك الاتحاد بموازاة تحرك الدبلوماسية النشطة على الحفاظ على مصالحنا او تدعيمها. الكل الان مرعوب من فوزي لقجع لانه على حق، وان شاء الله المغرب هي التي ستنتصر في النهاية بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 رغم كيد الحاقدين. وتحيا المغرب وشعب المغرب. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.